السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة فطرنا مع بعض في رمضان. هنطبخ مع بعض جزء من الديك الرومي، جزء مش كتير يعني، مش نص ولا جزء من الديك الرومي. اهو معانا بالشكل ده كده. ده كانت جايباه واحدة قريبتي، يعني حبيبتي سلفتي، كانت مربياهم وراحت ادتني يعني جزء، كانت مقسمه وادتني جزء يعني هدايا وكده. فانا غسلتهم ونقعتهم في الخل والملح والليمون والكلام ده كويس، وهشوحهم معاكم في حله من غير سمنه، من غير اي ماده دهنيه ولا اي حاجه. اديكم هتشوفوا الشوربه معاكم اهو دلوقتي، وهتشوفوا معاكم الطريقه بالشيء. يعني هو زي الفراخ، انا عملته زي الفراخ عادي. هو الديك الرومي اللي هو الابيض اللي زي الفراخ الكبير ده. معانا ورق لورا وحبهان وبصلايه مقطوعه نصين، ونص طماطمايه وقرفه، وكل التوابل بتاعتنا شوحناه كويس. وشايفين زي ما حضراتكم شايفين ده شرب منه فيه اهو، من غير ما نحط اي حاجة. اهو شوحناه كويس وزدناه زودنا ديك الرومي بمية سخنة. وهنعمل مع بعض رز بالشعرية زي ما حضراتكم شايفين كده. النهاردة ما رضيناش نعمل محشي ولا اي حاجة، هنعمل مع بعض رز بالشعرية زي ما حضراتكم شايفين كده. حمرنا الشعرية كويس، ونزلنا بالرز عليها، نقلب فيه شوية بالشكل ده، ونحط الملح، نقلب شوية وبعدين نزود مية، وهنطلع الديك الرومي مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده. نطلعه مع بعض اهو، حاجة حلوة وجميلة والله يا بنات. فيه اللي بيشتري بالكيلو، بيبيعوا بالكيلو، بيبقوا معلقين وبيبيعوا بالكيلو بالنص وبالكيلو اللي انت عايزاه كده. ادي شكل الرومي بعد ما طلع، كان جميل قوي، يا ريت تجربوه. حاجة حلوة وتقيل وحلو يعني كويس خالص. اهو هننزل مع بعض، هنطبخ مع بعض الملوخية اللي مفرزاها معاكم اهو بالشكل ده كده. نزلنا بالشوربة في حلة او نص مكعب مرق زي ما حضراتكم شايفين كده. تغلي الشوربة، وهننزل بالملوخية بتاعتنا. شايفين قد ايه هي خضرة وجميلة زي ما انا كنت عاملاها معاكم، بمعلقة توم، معلقتين زيت ومعلقة توم زي ما حضراتكم شايفين كده. انا بحب احط التوم لوحده كده، عيالي مش بيحبوا الكزبرة ولا الحاجات دي فيها، الملوخية بتبقى جميلة. اهو هنعمل الطشة بتاعة الملوخية الخضراء، ويا ريت تجربوا الملوخية بتاعتي، مش احلى من كده اهو. وهننزل بالطشة بتاعتنا الجميلة اهو بالشكل الحلو ده. الملوخية خضراء وجميلة محتفظة بلونها اهو بالشكل الحلو ده كده اهو. وادي فطرنا. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير، ودمتم في رعاية الله.